الفترة دي من أصعب الفترات جدًا، جدًا، جدًا عليّا وغالبًا على أي حد بيبدأ إن هو ياخد الأجازة. اشمعنى بقى بالذات عشان لمّا ياخد الأجازة؟ دايمًا كده لمّا بنيجي في المدرسة أو في الكليات أو في الدراسة وبالذات في الدراسة، يعني مرحلة الشغل غالبًا ما بيحصلهمش التشتت ده الجامد زي التشتت بتوع اللي هم في المدرسة أو في الكليات. ليه؟ دايمًا إحنا حاطين الهدف بتاعنا اللي هو هنا مثلًا إن أنا لازم أخلّص امتحانات وأجيب تقدير، فأنا كل اللي أنا باعمله طول الشهر أو طول السنة إن أنا باذاكر بس. طبعًا إلى بقى في ناس تانية ما شاء الله عليها تبارك الله شغالين مثلًا في شغل تاني أو إن هم بياخدوا حاجات تانية، بس أنا باتكلم عن الناس اللي هم زيي بالضبط كده، هم concentrate على المذاكرة بس أو اللي هم focus على المذاكرة بس. مركزين عن كل حاجة في المذاكرة، دراسة، كل حاجة، ما فيش بقى شغل حاليًا، ما فيش تدريبات حاليًا، موقّفين كل حاجة. فالفترة دي من أصعب الفترات جدًا، جدًا، جدًا اللي بتمُر علينا وهو لمّا بنبدأ ناخد الأجازة. فالحاجات دي بتبقى صعبة أوي، أوي، أوي بالنسبة لنا بقى. ليه؟ لقيت نفسي أنا هاتكلم عن نفسي، لقيت نفسي إن أنا باكون مُشتَّت جدًا، جدًا، جدًا. والتشتيت ده ما بيقفش. نبدأ بقى الoverthinking ونبدأ بقى إن إحنا ما ننامش، ونبدأ إن إحنا بنحاول نجاهد ونحاول إن إحنا نعمل حاجة، ولكن برضه مش بتخلّينا إن إحنا نرتاح ونخلّي بالنا يرتاح. فعشان كده جيت حاول في الفيديو ده إن أنا أشارك معاكم تجربة، مش تجربة، أشارك معاكم إيه اللي بيحصل والحل في الآخر. الحل ده غالبًا أنتم سمعتوه كتير جدًا، ولكن فعلًا، فعلًا، فعلًا بيأثّر. فتعالوا بقى نبدأ كده الفيديو واحدة واحدة. أهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. الفيديو زي ما انتوا سمعتوا الانترو كده إن احنا نبدأ نتكلم عن الشغف. الشغف يا جماعة دايما دايما بسمع بقى حاجات كتير جدا إن الشغف مش هو الحل، الشغف لو وقف كل حاجة هتقف، الشغف ما تخلوش هو المحرك الأساسي بتاعك. وفعلا دي حقيقة جدا جدا جدا، بس للأسف إن احنا فعلا الشغف هو اللي بيحركنا في كل حاجة. الشغف بيخلينا نمشي في الدنيا دي، لكن من غير الشغف تحس ان انت حياتك وقفت، حياتك بدون معنى، حياتك وحاجات كتير جدا جدا. ولكن تحاولوا بقى ان انتوا زي ما انا بحاول بالظبط كده ان احنا ما نخليش ان الشغف ده هو المحرك بتاعنا، لان الحياة مش كلها شغف، الحياة كلها مش هتكون اللي انت شغوف بيها. بمعنى يعني مثلا انت لما تلاقي شغل، في اول الشغل انت هتكون شغوف جدا انت تروح الشغل وتصحى بدري وتركب وتروح وتشتغل وترجع وتيجي. هيعدي يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، وصلت لسنة، سنتين، بدأ إن الشغف انتهى. خلاص الشغف خلص يعني، خلاص بقاش ليه معنى. فأنت بقت حياة روتينية، بقى عندك روتين، أنت تصحى من النوم تروح الشغل ترجع مش عارف إيه تعمل حاجات من دي. فمبقاش في شغف. بقى إيه اللي بيحركك؟ هو اللي أنت مثلا العزيمة بتاعتك، الإصرار بتاعك، إن أنت عايز توصل إن أنت في آخر الشهر مثلا تقبض مرتبك. فده اللي بيخليك مستمر، ده اللي بيخليك دايما شغال، إن أنت مش واقف. لكن لو بصينا مثلا من الناحية دي، لو خليت إن الشغف هو اللي يخليك ماشي، هتلاقي نفسك عمال تمشي في يوم يومين مبسوط، أسبوع أسبوعين مبسوط جدا، شهر شهرين نقول مثلا أنت مبسوط، سنة نقول أنت مبسوط، تيجي عن تاني سنة خلاص أنا الشغف خلص، تروح واقف شغل. فهي دي بالظبط اللي احنا بيحصل معانا أول ما نبدأ ناخد الأجازة. لأن ناخد الأجازة بيبدأ بقى تشويش جدا جدا جدا، وغالبا الناس اللي هم كمان في سنة تانية مثلا كلية أو تالتة كلية زي كده داخلين رابعة بقى أو داخلين تالتة، تبقى ضغط جدا جدا جدا. ليه؟ عايز تنزل تدريبات اللي هو تدريب ميداني عشان تخلص تدريبات، عايز ان انت تاخد كورسات، عايز ان انت تبدا بقى في المشروع بتاع التخرج او في الريسيرشز بتاعت التخرج، عايز ان انت تعمل حاجات كتير جدا 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 في فتره الاجازه، تتعلم بقى مهاره جديده وتبدا ان انت تدور على شغل عشان بعد كده تلاقي شغل والمستقبل بتاعك. فالحاجه دي بتبقى صعبه جدا جدا. وحاليا انا كنت بعاني منها امبارح واول امبارح كمان بالتشتت العقلي الكبير قوي. فحسيت ان انا لا، لازم اقف مع نفسي وقفه. مش هنخلي ان الشغف هو اللي يحركنا، ممكن تخلي الشغف يحركك الاسبوع الاولاني بس ما تعتمدش عليه اعتماد كلي، لان هو فعلا انا لما اعتمدت عليه في كذا حاجه هو ما خلانيش استمر، ما خلانيش ان انا فعلا وصلت الهدف المعين اللي انا عايزه.
خلاص وقفت الليفل ده، خلاص الشغف خلص. لكن لو كنت فعلا عندي ان انا استمرار وعزيمه، وان انا لا مش مهم الشغف، المهم ان انا اوصل للحاجه دي، ممكن كنا زمان نوصل لها. ولكن هو طبعا كل ده تبع قدره ربنا وان هو القدر، بس احنا بنحاول ان احنا نسعى، بنحاول ان احنا نجاهد ونثابر. واهم حاجه هو السعي فعلا. انت لما تسعى ربنا هيفتح لك كل ابواب الخير اللي انت عايزها. هيجي لك ابتلاءات، اكيد هيجي لك ابتلاءات، وهيجي لك حاجات كتير جدا وهتشوش عقلك وكل حاجه. ولكن يعني بنحاول ان احنا نستمر وان احنا نواكب الحياه، لان هي دي الحياه. الحياه اسمها دنيا، دنيا دي فانيه فيها مشاكل، فاحنا بنحاول ان احنا نتاقلم معاها. الحل بقى عشان ما اطولش عليكم، انا حاولت اوصل لكم الى حد ما ان ده طبيعي. فده يا جماعه طبيعي جدا جدا جدا. طبيعي انك تتشوش، طبيعي انك تبقى عندك اوفر ثينكينج كتير جدا، طبيعي انك مش عارف تعمل حاجه، طبيعي 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 خالص. فما تحسسش نفسك بتأنيب الضمير، ما تحسسش نفسك ان انت انا صغير كلهم بيتقدموا وانا واقف، لا مالكش دعوه. وده تحطها كده طب كده، ان انت مالكش دعوه بحد. ما تعرفش ظروفه كانت ماشيه ازاي، ما تعرفش هو كان بيعمل ايه، ما تعرفش كل اللي ورا الكواليس. فمالكش دعوه خالص نهائي بمين تقدم، مين لقى شغل، مين ما لقاش شغل، مين سافر، مين لقى فرصه حلوه، مين بيقبض بالدولار، مين بيقبض مش عارفه الوفات. مالكش دعوه باي حد. خليك على نفسك، focus on yourself. يعني ركز على نفسك وعلى انك تطور نفسك. ممكن تبص عليهم بس يديك حافز انك تحاول تكون زيهم وتكون مبسوط لهم، مش ان انت مجرد بتبص لهم وتقول لا ده لا. نبدا بقى خلي بالك، لان ده مدخل الشيطان. نبدا واو ده بيقبض بالدولار، ويبدا اوه ده بيبقى عمل ايه وبتاع. هيبدا يا جماعه كل ده يوصل لحقد، والحقد يوصل للكراهيه، والكراهيه يوصل لحسد. وانت بعد كده هتحس نفسك انك اتغيرت انك بتبص لهم بالنظره دي مع ان انت مش كده. فده مدخل الشيطان. فما تحاولش انك تقارن نفسك بحد، خلي مقارنتك مقارنه ايجابيه عشان خاطر تعرف ترتاح، وانك تكون فعلا تتقدم وتحس بتقدمك. لان انت لو بصيت عليهم عمرك ما هتحس بتقدمك. فالحل بقى اللي انا لقيته وهو يا جماعه ايا كان بقى اللي هتسميه ايه، التدوين، الجورنالينج، الكتابه عموما. ممكن تعمل زي كده بالظبط، ان تكتب او تعمل سكوير كده او اللي هم مربعات، وتكتب جنبها الحاجات اللي انت مشتته عقلك بطريقه كبيره جدا. اللي انت مثلا عايز اخد كورس، عايز اروح تدريب، عندي مثلا ميعاد في الفلاني في الانترفيو، عندي مش عارف ايه تبدا انت تكتبها. تلاقي نفسك عقلك هدي، استريح، حاول ان هو يحدد الاولويات. وكمان الحاجه الحلوه جدا جدا سمعتها من حد على اليوتيوب، ان هو او على الانستجرام مش فاكر، ان هو حدد الحاجات اللي هو داخل ارادتنا وخارج ارادتنا. ازاي؟ يعني مثلا تعمل كده بالظبط دايره كده، استنوا معاكم، دايره كده، وتقول لي الحاجات اللي جوه الدايره دي داخل ارادتنا، والحاجات اللي بره الدايره دي خارج ارادتنا. يعني ايه داخل ارادتنا؟ يعني مثلا انا هقدم على كورس، ده داخل ارادتي، انت اللي هتقدم على كورس. يعني خارج ارادتك عمرك ما فجاه كده تلاقي نفسك اتقدمت على كورس. خارج ارادتي هتقبل ولا مش هتقبل مثلا. قدمت على الشغل، هتقبل ولا مش هتقبل مثلا. يعني هو الكورس طبعا كنا بنتقبل فيه، تمام. مثلا اي حاجه بقى، اي حاجه داخل ارادتك انت تقدر تعملها تدخل تكتبها في الدايره جوه. لكن اي حاجه خارج ارادتك مش هتقدر تتحكم فيها، دي تكون خارج ارادتنا. فدي دايما حسيتها برضو فرقت جدا جدا جدا، وفعلا بتفرق يا جماعه، وبتغير نظرتك للمواضيع جدا. لان انا جربتها في كذا حاجه عموما من غير ما اكتبها. يعني انا كنت ماشي كده، حصل مثلا موقف، حسيت ان هو الموقف ده خارج ارادتي انا، يعني ده مش في ارادتي، ده خارج ارادتي نهائيا. فتمام عادي. فحسيت ان انا نفسي عقلي هدي، وان انا هديت، وحسيت براحه تامه. فعشان كده حسيت ان انا لازم اقول لكم ان الموضوع ده طبيعي، ان انت يحصل معاك ده كله طبيعي، انك توصل للمرحله دي طبيعي، انك تكون في المرحله دي. فبجد بجد من الحاجات اللي انا ممكن حسيت ان هي فرقت وفعلا ده من قلبي ليكم، ان هو انتوا تكتبوا اللي انتوا مشوش عقلكم
او ان انت خارج ارادتكم او داخل ارادتكم برضو بتفرق جدا. وممكن كمان بقى حاجه تبس صغيره كده في اخر الفيديو قبل ما نقفل، وهو انكم يا جماعه تيجي كده في اخر الليل وانكم تصلوا ركعتين، تبداوا تفضفضوا كل اللي عندكم. بجد والله يا جماعه تفرق جدا جدا جدا. ما كنتش مقتنع بيها، ولكن جربتها في كذا موقف قبل كده، يعني كذا موقف جربته قبل كده. حسيت اللي هو خلاص بقى يا جماعه، ما هي الا دنيا. فاهمين زي سيدنا عمر بن الخطاب قالها، ما هي الا دنيا. فاللي هو يا حسيت براحه، حسيت ان انا وكلت كل اموري لربنا. خلاص انا كله سايبه على ربنا، ربنا هو ان شاء الله يريد لي الخير، بس انا اسعى برضه. حسيت بشعور كده طمأنينة وشعور، لا بجد مش هعرف اوصف لكم الشعور جدا غير لما انتوا تعملوه. لو عملتوه هتحسوا بالشعور اللي انا بحاول اوصفه لكم ده. بجد بجد ان الشعور رائع جدا. فالفيديو ده حسيت ان هو ممكن يكون يساعد اي حد ان انت عادي تبقى في المرحله دي. وحاولوا ان انتوا تعملوا اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو تكتبوا او تصلوا في اخر الليل كده لوحدكم في سكينه وهدوء. بجد بجد هتفرق. وبس، وده كان اخر الفيديو. متنسوش لو عجبكم تعملوا لايك، كومنت، وشير لاصدقائكم اللي بيمروا بالمرحله دي. ويقولوا لي في الكومنتس لو عايزين اي نوع فيديو تحب ان احنا نصور. وبس كده، باي باي.